بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم English Sheet. أنا مستر محمد جمال مصري. النهاردة هنكمل الجزء اللي كان فاضل في Lessons 1 and 2 Unit 7. بنتكلم هنا على جزء الباسيف أو المبني للمجهول، وطبعا جزء المبني المجهول أو الجرامر اللي موجود عندنا بيتكلم على زمن المضارع البسيط البريزنت سمبل. في زمن البريزنت سمبل لو بنتكلم على الباسيف بنبدأ دايما بالأوبجكت أو المفعول اللي هو بيلقى عليه الفعل او بيتم عليه الفعل. بعد كده بنجيب verb to be في المضارع am او is او are على حسب الاوبجكت اللي موجود عندي، المفعول اللي موجود عندي. لو كان عندي مفرد فانا هجيب is، يعني مفرد بنتكلم على he او she او it او اي اسم مفرد. ولو كان plural، لو كان جمع، فانا هجيب are، سواء كان عندي you او we او they او اي plural noun اي اسم جمع. طبعا لو كان I هو اللي موجود في الاوبجكت في المفعول فانا هجيب له am. إذن فالصيغة بتتكون من المفعول، بعد كده am أو is أو are، بعد كده التصريف الثالث أو الباست participle. نسمي الله ونبدأ أول جملة The Great Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير. هنا مديني visited، وفيزيتد بتشتغل تصريف تاني وتصريف تالت. طبعا هو هنا يقصد تصريف تالت، يعني عايز يحطها لي في الباسيف. by many people every year، المتحف المصري الكبير بيتم زيارته بواسطة العديد من الناس كل عام. هنا الجملة ناقصها am أو is أو are. طبعا بما إني بتكلم على Great Egyptian Museum فأنا بتكلم على مفرد فهتبقى is. Number 2 as a popular game، لكونها لعبة مشهورة. فوتبول، كرة القدم. هنا مديني play في الانفينيتيف في المصدر، وبيقول لي by millions of people every day، بواسطة ملايين من الناس كل يوم. طبعا لعبة كرة القدم بتلعب ولا تلعب، وبالتالي فأنا بتكلم على باسيف على object. فهنا عايز الصيغة الباسيف من البلاي، فهتكون am أو is أو are. طبعا بما إني بتكلم على singular مفرد فوتبول فهتبقى is، وهنجيب التصريف الثالث من بلاي فتبقى is played. Number 3 these areas are not، هذه المناطق، ومديني no يعني يعرف. طبعا عايز يقول لي تعرف as polar habitats، تعرف بأنها مناطق قطبية فهتبقى known. طبعا هو مديني are فأنا عايز الباست participle. Number 4 these habitats، هذه المواطن أو البيئات، ومديني found. طبعا found تصريف تاني تصريف تالت، بس هو هنا طبعا يقصد تصريف تالت past participle at the top and the bottom of years. هو هنا عايز يجيب لي منها الصيغة المبنية للمجهول، فناقص لي هنا طبعا are لأن habitats plural جمع. Number 5 what kind of habitat is the area around the Nile Delta؟ وهنا مديني call، ودي صيغة سؤال، يعني عامل الباسيف بصيغة سؤال ومديني call. طبعا هنا what kind of habitat، وهنا مديني is، ده الauxiliary verb اللي هو موجود في الفعل المساعد الموجود في السؤال. فهنا أنا عايز الباست participle من call، فهنا هتبقى called. يبقى أنا هنا عايز التصريف الثالث علشان خاطر أعمل صيغة مبني للمجهول، فهتبقى called هي الحل للجملة. Number 6 fewer magazines، هنا بيقول القليل من المجلات. القليل من المجلات ومديني السيل، طبعا يبيع، المجلات مش بتبيع، هنا بيعوا على الفعل يعني تباع. Today by news agents، news agents اللي هي وكلاء الصحف أو الناس اللي هي متعهدة بالصحافة. because of بسبب the internet، بسبب الانترنت. هنا عايزني برضو أتكلم على passive وجيب لي magazines، فهنا هجيب صيغة مبني للمجهول فهتبقى are sold. Number 7 this national park، هذه الحديقة القومية. مديني surround، وطبعا عايزني برضو احطها في الباسيف لان الناشونال بارك مش هتحيط، هي تحاط، لان جايب لي بعدها by grasslands. grasslands يعني اراضي عشبية، فهنا عايز surround بس هتحط في الباسيف فهتبقى is surrounded، لاني بتكلم على singular اللي هو الناشونال بارك الحديقة القومية. Number 8 hundreds of date palm trees، مئات من اشجار النخيل. وهنا بيقول لي is، طبعا هنا بنتكلم على plural فمش هينفع is، فهتبقى are. المئات من أشجار النخيل are growing here، بتزرع هنا. Number 9 our beaches are visited، شواطئنا بيتم زيارتها. وهنا مديني was، طبعا بما اني بتكلم على passive فأنا عايز by preposition by، لأن بيقول لي thousands of tourists every year، بواسطة آلاف من السائحين أو السياح كل عام. Number 10 why isn't جبل علبة، هنا بيتكلم على جبل علبة ومديني برضو صيغة سؤال بس منفية.
لجبل علبة، وهنا مديني visiting by more tourists بواسطة الكثير من السياح. طبعا هي كانت تنفع present continuous لو انا بعتبر ان جبل علبة هنا هو الفاعل، لكن هو هنا بما ان عنده مفعول فهتبقى past participle تصريف ثالث. Number 11 النيزك ليك، ومديني هنا describe يعني يصف، بس مديهولي في الانفينيتيف في المصدر by visitors as one of the best place to dive and swim. يعني بحيرة النيزك بيتم وصفها من قبل السياح على انها واحدة من افضل الاماكن للغوص والسباحة. طبعا مديني describe فانا عايز احطه في صيغة الباسيف. طبعا النيزك ليك هنا بنتكلم على singular مفرد، ومديني describe فنخليها تصريف ثالث فهتبقى is described، يبقى النيزك ليك is described. Number 12 in Australia the start of spring. في استراليا بداية الربيع، وهنا مديني R. طبعا start the start هنا النون اللي موجود عندي اللي هو البداية، هنا بيتكلم ب R طبعا هنا مش هتنفع لأنها جمع، فأنا محتاج is لأني بتكلم على مفرد. the start of spring is celebrated بيتم الاحتفال بها in September every year في شهر سبتمبر من كل عام. Number 13 هو هنا مديني question، يعني مديني yes or no question بس مديهولي بدو. طبعا دو تنفع يا مستر مع يو، لكن helped هنا في الباست participle فمش هينفع دو خالص، فهتبقى are you helped daily with your homework، هو بيتم مساعدتك كل يوم في الواجب بتاعك ولا لا. Number 14 football stars اللي هم نجوم كرة القدم او اللعيبة المشهورة من كرة القدم، ومديني admire يعني يعجب بيه. طبعا لعيبة كرة القدم مش بتعجب، لعيبة كرة القدم بيتم الاعجاب بهم by all fans بواسطة كل الفانز بتوعهم او المشجعين بتوعهم. طبعا هنا بنتكلم على plural لاني بقول stars فانا هتبقى are، وطبعا admire التصريف الثالث منها هتبقى admired يبقى are admired. Number 15 English is studied اللغة الإنجليزية بيتم دراستها، وهنا مديني of أحمد أو يتم مذاكرتها، هنا مديني of أحمد. طبعا احنا عايزين باسف فهتبقى by أحمد، يبقى English is studied by أحمد يعني الإنجليزي بيتم مذاكرته بواسطة أحمد. وبكده يبقى جزء الجرامر بتاع lessons 1 and 2 unit 7 كده تم الانتهاء منه، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد هنتكلم فيه على الجنرال exercise على lesson 1 and lesson 2 بإذن الله. في الفيديو الجاي مستني منكم الإعجاب والمشاركة والدعم والكومنتات، لأن ده بيفيدني كتير جدا وبيدعمني كتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.